السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غنخدم معكم واحد الصاية. الشكل ديالها كيجي انيق في اللبسة وسهلة في الخدمة ديالها. نبداو على بركة الله. اول حاجة كناخدو العبار ديال الدورة ديال الحزام، الدورة ديال الحوض، طول يعني ديال الصاية فين بغيناها تكون. كناخدو هذيك الدورة ديال الحزام كنقسموها على 4، الدورة ديال الحوض كنقسموها على 4. علو كيف ما وريتكم في الفيديو، يعني الطريقة كيفاش كنصايبو الصاية لاباز العادية. دابا كنعبرو الطول هنايا. كيف ما قلت لكم كنعبرو هذيك لاباز ديال الصايه العاديه، وهي اللي كنزيدوها الاضافات. دابا نتوما الخط الاول انا درت فيه الخط ديال الحزام، الخط الثاني ديال الحوض هبط ما بين الخط الاول والثاني بعلو الحوض، يعني كنعبروا من الحزام للحوض بالسنتيم وكنحطوا هذيك المسافه هنا. من بعد كنديروا الطول ديال الصايه عندنا كامل. من بعد كنقادوا هذا المستطيل كيف بحال هكا وعاد غنبداو نخدموا الصايه. دابا انا خدمتها بالورقه مطويه على زوج باش من بعد غادي نحلوها وغادي نكملوا العبار، يعني باش تعطيني دو فاس. دابا كنعبروا الفوق الحزام، يعني تما درنا الدوره ديال الحزام. كناخذوا بهاد الجهه ديال المسطره عندي بحال لي شويه دايره مايله، يعني كنديروها ما تنديروش بخط مستقيم، كان يكون عندنا داك الخط شويه محرف. دابا غادي ناخذوا الا بغينا نديرو فيها ليفازمون كناخذوا النص ديال الحوض وكنشقوها وكنطلعوا بليفازمون كنوسعوا تما. كنقادو هكا المستطيل. دابا ها الصايه العاديه هي عندنا واجده. دابا غادي نزيدو فيها الاضافات باش تعطينا هذا الموديل اللي غنخدمو معكم اليوم. كيف ما قلت لكم راها ساهله لا باز العاديه، وهي اللي كنزيدو عليها واحد الاضافه ساهله نتوما تشوفوها معايا، ومن بعد كيخرج لينا هذا الموديل. هانتوما من هنا راه كنمشيو كنهبطوا من هنا 2 سنتيم في الوسط ديال الحزام. كنديرو بهاد الجهه المايله ديال المسطره. هانتوما دابا كنفوتوا هاد النص كنجيو نهبطوا شويه على الحوض، ومن بعد كنديروا هذيك الديكوب اللي كتكون عندنا في الصايه جايه من الوسط. دابا هذه هنا يكون عندنا زياده. كيف ما قلت لكم انا راني فصلت جوج في، يعني الربوعه بجوج فصلتهم. من بعد هانتوما نزيدوا الزياده. كنوسعوا ديك الساعه على حساب العرض اللي بغينا، ومن الاحسن ما نفوتوش واحد 5 سنتيم 6 سنتيم باش ما تجيناش يعني واسعه بزاف وما غيبانش هذاك الديكوب اللي عندنا في الجهه الثانيه. هانتوما زدنا الزياده من الوسط، يعني كنفتحوها حتى الحزام وكنديروا هذيك الزياده. هادشي كامل كنصايبوه في الباترون قبل ما نحطوه على الثوب، وكنديروا الزياده في الجنب، يعني كتكون عندنا حتى الزياده في الجنب غير شويه باش هذيك الصايه كتكون عندنا عاديه وكتولي بحال لي كلوش شويه، ولكن ماشي بزاف غير واحد شويه اللي كنزيدو فيها. دابا من بعد نقادوها نقطعوا هذوك الزيادات اللي زايدين نحيدوهم باش تبقى لينا الصايه بوحدها. من بعد نزيدو عليها عاد القصه اللي غتكون مزينه لينا هاد الصايه وهي اللي مميزاها. دابا هو الربع عندنا واجد. سدينا البنسه الفوق. دابا هانتوما هذا الربع الثاني قبل ما نزيدو فيه هانتوما كيفاش كان، وهانتوما ملي زدنا فيه كيفاش ولا. دابا غادي ندوزو نصايبو هذيك القصه ديال الجنب.
هذه كتكون عندنا في الامام والخلف، يعني خصنا نخدمو على النص ديال الصايه ماشي الربع. غنلاقيو النص ونخدمو فيه باش نقطعو هذيك القصه في الامام والخلف، وهي غتكون عندنا مسدوده من الجنب، ما تكونش فيها الخياطه من الجنب. خليكم معايا وانتم غتفهموا. هي ممكن اننا نخدموا الجهه ديال الربع ديال الامام بوحدو، ملي نبغوا نحطوه على الثوب مطوي. اما لا خدمناه بحال هكا، يعني ربعه بجوج وكنزيدو فيه حتى هو الزيادات، كيجينا ساهل. دابا هانتوما هاد الديكوب اللي عندنا نطراسيها لكم بهذا اللون المغاير باش يبان لكم. كنهبطوا على الحوض تقريبا. دابا هذا حيت عندي موديل صغير ما يبانش لكم العبار. هو من الحوض كنهبطوا عليه تقريبا بواحد ما بين 15 حتى ل 20 سنتيم. كانت الصايه طويله، كانت قصيره 15 سنتيم كافيه. وكنديروا هكا هاد الديكوب. دابا هذه غنقطعوها، يعني نقطعو ديال الامام والخلف، وغتكون عندنا في جهه واحده في الصايه، يعني ما تكونش عندنا في الربوعه بجوج. الربع ديال مثلا اليمين يبقى عادي، وهذا الربع ديال اليسار هو اللي غيكون فيه هاد الزياده. كتجينا الصايه جهه فيها هابطه نيشان، وجهه هي اللي فيها هاد الزياده. نتوما خليكم معايا وغتشوفوا معايا الموديل في اخر الفيديو كيفاش كيجي. دابا كنلاقيو هادو، يعني باش ما تكونش عندنا في هاد القطعه ما خصناش تكون فيها الخياطه الوسط. داكشي علاش كنلاقيوهم باش نديروا ليهم الزيادات، ومن بعد نفصلوها في الثوب واحد غتكون مسدوده، يعني في قطعه واحده ديال الثوب. هاد الزيادات كنديروه كخطوط تقريبا تكون متساويه، ومن بعد غنشقوهم وغنوسعوا، يعني كيف بحال اللي درنا ديك الزياده في الصايه هي غنديروا الزيادات في هاد القطعه. كنحاولوا نوصلوها الشقه الفوق، ما نقطعوهاش في مره، يعني يبقى لنا واحد نص سنتيم شادها من الفوق وكنحبسو. دابا كيف ما قلت لكم هي القطعه عندنا واجده. دابا ندوزو نفصلو في الثوب. دابا بعد ما طوينا الثوب على زوج غنحطو عليه هذاك الربوعه اللي عندنا. كنخليو هنايا الزياده اللي كانت عندنا السلسله، يعني من الخلف كنخليو ليها الزياده ديالها وكنحطو. دائما كنحاولوا نستغلوا الثوب، ما نخليوش بلايص خاويين، يعني كل ما استغلينا الثوب كيشيط لينا اكثر، كيقدنا الموديل اللي غنديروه فيه. ماشي خصنا غير نحطو ونبداو نقطعو. انا هذا دابا الموديل صغير كنصايبو لكم في قطعه صغيره، يعني ما غاديش يتلبس. اما بحال دابا هكا كنا غنلبسوه ضروري ما خصكم تبقاو تقادوا الثوب الباترون على الثوب حتى تلقاو يعني حاولوا تستغلوا كاع هذوك الفراغات اللي كيكون عندنا ما بين هذا الباترون وهذا الباترون، باش ما تخلوش الطريفات ديال الثوب غير طايعين. دابا هذه غنحطوها هنا لبغينا، اولا لبغينا مثلا عندنا دابا هنا طاويه الثوب ممكن انني نفصل غير النص ديالها، ولكن بحال دابا هكا انا اللي حطيتها تما غادا نصدق مفصله منها جوج وانا محتاجه غير وحده. هادشي علاش دائما تنقول لكم خصكم ركزوا قبل ما تقطعوا. كون حطيتها مسرحه وقطعت كانوا يخرجوا ليا جوج طروفه، وانا محتاجه غير بواحد، يعني واحد كان غيمشي ضايع. هادشي علاش انا حطيتها في الجنب وغنفصل غير النص بحال مدوبل. دابا غير النص ديالها نفصلو نطوي على زوج. نحاول نثبتو دائما بالبانكلات باش يجينا ملي نبغيو نقطعو ما يزلقش لينا الباطرون ولا الثوب ويجينا العبار زايد اولا ناقص. دائما حاولوا تثبتوا الثوب مزيان. دابا هانتوما بعد ما
قادين الربوعه. هذاك القطعه اللي حيدناها لصقناها في الربع الثاني، باش حيت غتكون عندنا ديك الديكوب كيف ما قلت لكم من قبل، غتكون عندنا في جهه واحده وجهه لا، يعني جهه غتكون فيها هذيك الزياده وغتكون عندنا فيها هذا القوس، وجهه ما غيكونش عندنا. نبداو دابا على بركه الله نقطعو، نخلو السنتيمات ديال الخياطه، نخلو لوغلي اللي يكون عندنا من التحت. المهم انا دابا راه ما خليتش بزاف، حيت كما قلت لكم هذا غير شونتيو، يعني غير موديل صغير مصغر، ما غاديش يتلبس، يعني واخا ما نكفوش من التحت ماشي مشكل، ما غيجيش يعني باين، يعني واخا نقطع على الباترون نيشان. اما نتوما ملي غتبغوا تفصلوا الصايه ديالكم راه تخلوا لوغلي اللي يكون عندكم من التحت، تخلوا لك ديروا السلسله، كتخلوا العبار ديالها، تتخلوا السنتيمات ديال الخياطه، وعاد كتخلوا واحد القطعه ديال الثوب اللي غتصايبوا بها لا سانتور، باش تكون عندنا الصايه كامله. عاد الا كانت هذه شي موديل فيه جيوب تتخليو ليه طريفات ديال الجيب. دائما كيف ما قلت لكم تحطوا الباترون كتراعيو كل شيء، يعني واش تخرج لكم الصمطه، واش تخرج لكم الجياب، واش تخرج لكم شي قطعه واحده اخرى اللي كنتو غتزيدوها. دابا ها نتوما هذه حتى هي نزيدوها ندوروها هكا ونخليو فيها السنتيم ديال الخياطه. دابا هادو هما القطع كاملين اللي غادي نحتاجو. هذه اللي عندنا الاولى راها مطويه على زوج، تلصق هنا. هذيك مقطعين منها زوج قطع، والقطعه الثانيه مقطعناها حتى هي مدوبله. قلبتها حيت مفصلها مقلوبه. هذه غتلصق هنا وغتجي هابطه بحال هكا. غندوز نخيطها معكم ونرجعو غادي نشوفوها كيفاش جات. كنبداو بهذيك القطعه هي الاولى، كنلاقيو من الفوق، هاد البلاصه هي الاولى، عاد من بعد كنلاقيو معها هذيك الديكوب، وعاد كنجمعو الصايه. الصايه كنجمعوها عادي، يعني الا كان فيها السلسله لصقوها، ما كانش راه الا كان فيها مثلا سميطه من القدام ولا ستيك من اللور، ديك الساعات كنخدموها عادي. هانتوما بعد ما حليناها دابا هادي غنلصقوها. بغيتو تلصقوها بالبانكلات عاد تبعوا الماكينه، بغيتو تبداو من الوسط ودوروا مع الجناب. انا غنبدا من الوسط باش ما تجينيش مديكاليه. بديت من الوسط وغنهبط لليمين وعاد نولي ثاني ندور على اليسار. كنتمنى الشرح يكون واضح، وسمحوا لي الا طولت عليكم الفيديو، انا بغيت نحيد لكم منه حتى شي مقطع باش يكون كامل، تصوير كامل، حيت لحيت لكم شي مقطع ما غتبانش لكم هذيك اللقطه، ما غتفهمونيش فين غادا. انا راه واخا حاولت راه نقص منه قدر المستطاع، ولكن واخا هكا جا شويه طويل. ما بغيتش نقصرو ولا نزربو باش يجي واضح ومفهوم. المهم هو الشكل ديال هاد الصايه كيجي زوين في اللبسه، خصوصا الا كانوا شويه قصار، يعني طول مثلا ما يكونش فايت واحد 60 70 سنتيم كيجيو زوين، اولا اللي بغى يديرها طويله كيديرها طويله. دابا عاد غنجمعوا الخلف مع الامام، يعني هاد هنا تيكون عندنا الخياطه في الظهر كتجي. بعد ما كنجمعوها كامله كندوروا عليها كنديروا لها لوغلي. انا ما لصقتش ليها الصمطه، المهم نتوما كتلصقوا لها الصمطه، حيت كيف ما قلت لكم راه موديل صغير. درت لها غير لوغلي في بلاصه السميطه. دابا كنديروا لها لوغلي من التحت. وهانتوما هذا هو الشكل النهائي ديال لاجيب. كنتمنى الله يكون واضح الشرح وباين لكم. انا درت فيها الخياطه هنايا الوسط، نتوما اللي بغيتو ما ديروهاش كتحطوا هذه حدا هذه في الفصاله ملي تبغوا تفصلوها، ويعني كتكون عندكم مسدوده، يعني كتحطوا ديك الجهه مسدوده حتى الجهه محلوله وكتفصلوها من نيشان. من اللور ضروري كتكون الخياطه باش كتجينا السلسله اللور.
كنتمنى من الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش ليا بلي لايك وبلي كومونتير. الا كان عندكم شي سؤال خليوه لي في لي كومونتير، والى فيديو قادم باذن الله.